هل التقيت يوماً مديراً مختلفاً؟ ليس فقط قائداً في العمل، بل إنساناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ في شركة الأفق الجديد، كان هناك مدير اسمه محسن. لم يكن مجرد مدير مبيعات، بل كان أخاً وناصحاً وداعماً لكل فرد في فريقه. كان شعاره بسيطاً: نحن فريق واحد، وإذا نجح أحدنا، فنحن جميعاً ناجحون. كان يملك قدرة نادرة على قراءة الوجوه. يرى التعب في عيني موظف، فيقترب منه ويسأله بهدوء: هل كل شيء على ما يرام؟ هل تحتاج إلى مساعدة؟ حتى وإن كانت شخصية. لم تكن كلماته مجرد مجاملة، بل كان حاضراً بالفعل عند الحاجة. يساعد في العمل، ويسند في الأزمات، ويوجه بحكمة. أمل، مثلاً، حين مرضت والدتها، كان أول من سأل عنها، وأصر أن تأخذ إجازة لرعايتها، مطمئناً إياها أن الفريق سيتكفل بالمهام. وعندما عادت، وجدت جدولها معداً بعناية ليساعدها على العودة بسلاسة وراحة. أما كريم، الموظف الجديد الذي كان يواجه صعوبة في تحقيق أهدافه، فلم يوبخه محسن أبداً، بل جلس معه، استمع إليه، ورافقه في زيارات ميدانية، دربه، ورفع من ثقته بنفسه. فبدأت نتائجه تتحسن بشكل ملحوظ. اجتماعات الفريق معه لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت مساحة إنسانية. يسأل عن الأحوال، يستمع للمقترحات، ويشعر الجميع أن صوتهم مسموع، وأن وجودهم مقدر. ثم في صباح هادئ جاء الخبر: محسن سيغادر الشركة متجها إلى فرصة عمل جديدة في الخارج. سادت لحظة صمت، ثم مشاعر مختلطة. لم يكن الحزن وحده حاضراً، بل الامتنان أيضاً، والفخر به. في يوم وداعه، لم يتحدث أحد عن المبيعات، بل عن ابتسامته ومواقفه وكلماته التي كانت دوماً في وقتها. قال أحد الزملاء: محسن لم يكن يرى فينا أرقاماً، بل كان يرى فينا بشراً. وقال آخر: ساعدنا أن ننجح في أعمالنا وفي حياتنا. محسن غادر المكان، لكن أثره لم يغادر القلوب. بقي اسمه يذكر في كل موقف، ويضرب به المثل في القيادة الحقيقية. رسالة لكل مدير: اجعل أثرك الإنساني يسبق إنجازاتك. استمع باهتمام، وساند بصدق، واهتم بفريقك كأشخاص، لا كأدوات. فالمدير العظيم هو من يرحل، وتبقى سيرته الطيبة حاضرة في القلوب والعقول. كن محسناً في عملك وفي حياتك.